يلي بيطبخ لك سجقات لا تفرط فيه للممات. من اليوم وطالع ما بدي اسمع وحدة عم تقلي الأكلة صعبة ما بنقدر نطبخها، بدها كيمياء، بدها شغل. أسهل من هيك ما حتلاقوا. صورت لكم طريقة من الألف للياء. بالبداية السجقات بنجيبها مملحة جاهزة، يعني شو تقبريني نظيفة، ما بدك تضلي ساعتين 3 عم تنطفي وتقشطي دهن وتعذبي حالك. متوفرة عند كل محلات العرب والأتراك بهالشكل هاد. جبتها بنغسلها كتير كتير منيح بالملح، طبعا ما إلها ريحة. طريقة تنظيفها كتير سهلة. بعد ما بنجيبهم بنفتحهم وحدة وحدة ونفوت بقلبهم مي لحتى نتأكد إنه فتحت، لأنها بتكون مجففة بالملح، فبنغسلها كتير منيح. وأهم خطوة بالسجقات إنه نقلبها. فكيف بدنا نقلبها؟ بدنا نعرف إنه الوش الأملس يكون من برا، والطبقة اللي بيكون فيها شوية دهن هي بتكون من جوا. هلا مشان ما أكون عم بالغ بدها وقفة وشغل، بس ما أنا صعبة، بس إيه بدها وقت وشغل. بعد ما تأكدت إنه كل السجقات أو الفوارغ تفتحوا بالمي، شوفوا بهالشكل هاد بقلبهم، بمسك طرفها وبصير فوت بقلبها قلب. كيف بدي اشرح لكم؟ مثل ما موضح بالفيديو، شوي شوي تحت المي، وقلبتها كتير سهله. قلبوها كلياتها، وبعدين وقت الحشي بترجعوا بتقلبوها وانتوا عم تحشوا ليطلع الوش الاملس من برا، والطبق مثل ما حكينا فيها دهن من جوا. هيك بنكون تاكدنا ان السجقات نظيفه تمام التمام. حطوا لها عصره ليمون واتركوه على جنب. لتحضير الحشوه اللي عندي كانوا تقريبا 40 متر، فاستخدمت 3 كاسات رز قصير مغسول ومنقوع. حطيت نص كيلو لحمه، طبعا اللحمه على ذوقكم، ممكن تحطوا دهنه زيت نباتي وشوية بهارات، البهارات على مزاجكم، وشوية توم. بس بدها شوية بهارات، بتحب يعني هيك البهارات اللي طعمتها رايقة، ما تحطوا مثلا نكهات غريبة، بهار كبسة مثلا أو كركم أو هيك قصص، لا بهارات عادية، ملح، فلفل أسود، شوية عصفر، شوية كمون، عشان ما نتخانق. مرحلة الحشي اللي كتير بيقولوا لي إنها صعبة، والله أسهل منها ما في، لدرجة هالأكلة أنا بطبخها بالشهر 2 أو 3، بس صراحة بالكفوف كتير عذبوني فاضطريت أشلحهم، سامحوني. كبيت الكفوف على جنب وحشيتهم بإيدي أسرع وأسهل، وهي الكمية كلها ما بتاخد منكم أقل من 40 دقيقة، خصوصا إذا كنتم متمكنين مثل ما موضح بالفيديو. بس رغم هيك جبت طريقة كتير سهلة للصبايا المبتدئين. هي القطعة بتيجي مع الكبة أو أي قمع عندك يا أو حفارة الكوسة بالشكل هاد مثل ما موضح. بتفوتي السجقاي بسرعة وبتحطي الحشوة وبتمرقيها شوي شوي. أسهل من هيك طريقة للحشي ما ضل. فما إلك حجة عزيزتي، من بكرة بتجيبي هالسجقات وبتطبخيها أنت قبريني. والسر الصراحة لتمشي معكم الحشوة بهالسهولة هي تكون الحشوة عم تلمع، يعني مكترين لزيت ودسمة تقيل. هذا الشيء بيسهل كتير مرور الحشوة بالفوارغ بشكل طولي. وكمان ممكن نضيفه حمص، في كتير ناس بتحب الحمص بس أنا الصراحة ما بحط الله لأنه أولادي ما بيحبوها، بنحبها بهالطريقة هاي. كمان ممكن نضيفه دبس بندورة. في كتير طرق لطبخ السجقات، بس أنا هي الطريقة المعتمدة من زمان ونحن هيك بنحبها. وطبعا ممكن بالنهاية تقلوها بسمنة أو زيت كمان ما بيأثر، أو تشوها بالفرن، بس أنا عم بحكي لكم الصراحة عن طريقتي هي. ولا نحصل على مرقة بيضة بيضة تكون مرتبة، بنغسلهم تحت المي. بعد الحشي بتعرفوا مثلا إيدينا عليهم بهارات أو شيء، وأول مرة حطيت لهم شوية ليمون، تركتهم يغلوا فورة واحدة وكبيت المي، وهي مي جديدة ها اللي شايفينها. وحطيت للمنكهات بصلة، هيل، ورق غار، عود قرفة، مثل ما شايفين الشغلات المنكهات البهارات الصحيحة. بعد تقريبا مرور 1.5 ساعة حصلنا على هالنتيجة. بتاخد تقريبا وقت 2.5 ساعات بالطنجرة العادية، بينما بطنجرة الضغط 1 ساعة بيكون رايح نيفة على الآخر ومستوية وبتجنن. فأنا بنصحكم إما تستخدموا الطنجرة الضغط أو الطنجرة الكهربائية النيجة، كمان تاخد نص ساعة. بس أنا كان عندي الكمية كبيرة فما وسعت طنجرتي تبع الضغط، استخدمت هي وأخذت معي وقت 2.5 ساعات، طلعت بتجنن. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من اللايك، واعملوا سيف وشير للوصفة، لأنه كتير تعبت وأنا عم صور لكم الخطوات، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منها، وصحة وهنا سلفا. وبس طبختوه اعملوا لي تاج لشاركها عندي على الستوري. سلام.